في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن سؤال دايمًا بيتسأل في أي interview shop drawing أو حتى كمهندس ديزاين لازم برضه تكون عارف إجابة السؤال، إن هو concept material وهو إيه الفرق ما بين طول التماسك وطول الوصلة وطول الرباط. الإجابة بتاعة السؤال ده دايمًا فيها لخبطة، لكن في الفيديو ده إن شاء الله هنحاول إن إحنا نبسط الإجابة. طول التماسك هو الطول اللي لازم السيخ يتدفن جوه الخرسانة بحيث إن السيخ معرض لإجهادات سواء شد أو ضغط ما يتسحبش من الخرسانة. يعني لو السيخ عندي معرض لقوة شد، إيه الطول اللي أنا لازم أدخّل السيخ ده جوّه الخرسانة بيه، بحيث إن أنا لو السيخ ده اتشد ما يطلعش من الخرسانة، ما يتسحبش من الخرسانة. يعني السيخ ممكن إن هو يتقطع بس الجزء المدفون جوّه الخرسانة مش هيتسحب منه، تمام؟ فهو الطول ده طول التماسك، إن أنا بانقل إجهاد الحديد للخرسانة، تمام؟ طيب إيه هو طول الوصلة؟ طبعًا إحنا اتكلمنا على الوصلة بالتراكم. طول الوصلة هو الطول اللي أنا لازم أحققه ما بين السيخين بحيث إن أنا أنقل إجهاد السيخ الأولاني للسيخ التاني، تمام؟ يعني أنا وليكن عندي مثلًا سيخ 12 متر وسيخ تاني 5 متر، فأنا عايز أنقل إجهاد السيخ ال12 متر للسيخ ال5 متر. ده بيتم عن طريق وصلة بالتراكم، فبالتالي أنا بانقل إجهاد من حديد لحديد، تمام؟ طيب إيه هو طول الرباط؟ طول الرباط ده طول اللي أنا محتاجه من نهاية العزم أو من الزيرو مومنت إن السيخ يتمد فيه بعدها، تمام؟ يعني أنا باشوف قيم الزيرو مومنت بالنسبة لي فين وبامد السيخ بعدها قيمة طول الرباط. طيب فملخص كده ال3 تعريفات، إن طول التماسك ده بيتم ما بين خرسانة وحديد، طول الوصلة بيتم ما بين حديد وحديد، طول الرباط هو بيتم ما بين خرسانة وحديد ولكن بعد الزيرو مومنت.